محامين كم صرفنا عليهم إجمالي كلهم اليوم اللي طلعت فيه؟ يا ساتر. السلام عليكم، معكم داير مقطع جديد. يا ساتر، ولا مين معانا اليوم؟ مين معك اليوم؟ أخوي الكبير عبد الله يا جماعة، يوسف صفي. المهم يا جماعة، اليوم عندنا مقطع جديد. مقطع اليوم يا جماعة جدا صعب، بس أنا قررت، هو طبعا ما قرر، أنا اللي قررت. حطيته هنا وشغلت الكام، قلت له ما في، خلاص ما يمديك تهرب. مقطع اليوم يا جماعة هو قصص السجن، بس من الجانب اللي كان برا يتعامل مع الموضوع. يا ساتر، مرعب ها؟ مو مرعب على كثر ما كان مزعج. مزعج، ما في رعب، هو كان مزعج جدا. طيب عندنا بعض النقاط أخونا في الله موسكو ساعدني فيها. يا الله. نبدأ الموضوع كيف أول ما سمعت الخبر، كيف وشلون وإيش؟ طيب، كنت جالس مع أصحابي في مكان قاعدين نشرب قهوة ونسولف زي المعتاد. فجأة جاني الاتصال خلاني خلال ساعة ونص أكون في المطار. ساعة ونص جاء من الرياض لدبي. وش كان الاتصال؟ أنا وش قلت لك؟ قلت لي إن أنا مسكت، ما أبغى أدخل بتفاصيل، بس إيه؟ إن أنا مسكت وتعالوا مدري إيش كذا. طبعا بما إني أنا أخوك الكبير كانت صدمة بالنسبة لي يعني، فعلى طول تحركت على دبي. المضحك في الموضوع، كنت مفكر ان الموضوع انه خلاص شيء يعني اجراء بسيط حيكون او شيء، لان ما كنت متوقع حجم الموضوع كان يعني كيف كان الموضوع. يوم رحت البيت أشياء بسيطة. إيه؟ اشياء بسيطه يعني، تيشرتين. اي شيء بسيط يعني. إيه. جيت، بعد ما جيت اول يوم، ثاني يوم، ثالث، رابع يوم، صار الموضوع انه كنت في هوتيل. لا ما يصير، لازم انتقل مكان. الموضوع اخذ شهر، الشهر صار إيش؟ شهرين، شهرين، 3، 4، 1 2 3 6، 8، 9، 11 11 شهر. كورونا وكورونا وأحداث أمي وأبوي ما يدرون. ما يدرون، ما حد يدري. ما حد يدري. كان الموضوع جدا يعني جدا معقد بشكل ما تتخيل. أول ما جيت هل كنت تحسب الموضوع بيكون كذا شيء بسيط، ولا إنه في وراها مدى طويل؟ يعني الموضوع المفروض انه ما اخذ مدى طويل، لكن مشكل انه كورونا. فكورونا هو اللي خلى الموضوع يطول بزياده. كان متعب الموضوع جدا يعني. جدا كان الموضوع متعب يعني. كنت خايف على امي وابوي انه يعرفون الخبر او شيء، فكنت احاول اني تكفر انه لا الامور تمام ما ادري ايش. عموما انا يعني اهلي كانوا متعودين علي دائما اروح وارجع على دبي عشان بموجب شغلي يعني. فيلا متى بترجع بسرعه، يلا تعال ما ادري ايش. فجاه إيه؟ كورونا. ما سالوك ليش طولت؟ لا ترى اللي ساعدني اني كورونا. اللي آه. ساعدني موضوع كورونا انه قفلت الدنيا. امي يلا تعال، انت ايش فيك؟ صاروا اخلاء الحين، تعالوا يلا نتقابل في دبي، عندي شغل. اول محامي رحت له بعد ما قلت له سالفتي قال لك الموضوع بسيط ولا؟ قلت لك الموضوع المفروض انه يكون بسيط، لكن الجائحه اللي صارت حقت كورونا ترى غيرت كثير اشياء. التغيير هذا مره كان متعب بالنسبه لنا يعني، مره كان متعب. هو كمحامي متعود على اجراء معين، لكن وقت كورونا في تغيرت الاجراءات وكان الملف كبير يعني. كان لسه ما في الملف ما انفتح، فكل احد كذا يجلس معاه كان يقول لي ترى كذا 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 كذا. كان الموضوع مره اوفر. اللي عارفه ان مواضيع زي هذه اعرف ايش ممكن يصير فيها. اوكي، سمعنا قصص كثير وسمعنا مدري ايش، بس لما يكون الشخص غير مسؤول عن اخطاء غيره، لكن بالاخير اكيد انت اللي بتكون الصورة يعني. في رأي عام، في مسؤولية مكان، في كل شيء. فالمحامي قال لك اخوك بيلبس بالجدار. ايه. ايه. طبعا شوف، كل المحامين لازم يعطيك الموضوع. ايه انه تخيل اول محامي كلمته كان الموضوع بالنسبه له مره بسيط، مره كان بسيط، والمبلغ اللي طلبه كان مره بسيط، كل شيء بسيط. فانت تخاف، فهمت يعني؟ كل احد قاعد يتكلم يقول شيء، ويجيك هذا يقول لك الموضوع مره بسيط. تدري ايش اللي يضحك في الموضوع؟ تدري اول واحد كلمته لو انك كنت معاه افضل، كان الموضوع مشى يعني خلاص، التايم لاين ماشي. احنا كان مشكلتنا ندور حل علشان تمشي بسرعه، نسرع الجلسات، نسوي ما ادري ايش. بس طلع لا، يعطيهم العافيه كل المحامين اللي اشتغلنا معاهم. اوكي، لكن بالاخير قلت لك كورونا خلت لنا المحكمه تقفلت كم شهر. لما تقفلت المحكمه مو معناه ان كل شيء توقف في الدنيا، لسه في تهم ولسه في ناس عندهم مشاكل ولسه كذا. فتراكمت كل القضايا هذه. فلما تراكمت وفتحت الدنيا بعدها، صار في جدولة قضايا مره ثانيه. ومع جدولة القضايا احنا كنا نحاول ان نبدا يعني نخلص موضوعك يعني قبل قضايا سابقه للناس ثانيين، فهمت؟ فهذا كان شيء مره متعب يعني. يعطيهم العافيه اللي اشتغلنا معاهم، ما قصروا. وبس ما ابغى اتكلم كثير. محامين كم صرفنا عليهم اجمالي كلهم؟ ما ابغى اتكلم بالكلام. عط تقريبا كثير. كثير. لان اول شيء صرفنا على مو بس يعني
عليك انت لحالك، على الناس اللي كانوا معك. صحيح. وبعدين يعني غيرنا، فاضطرينا إيه. ندفع بعد مرة ثانية. واخر واحد يعني ما دفعت نفس اللي قبل، بس يعتبر كثير بعد طبعا غير المصاريف الثانية. اي غير المصاريف. انا كم كنت اطلب منك تجيب لي كل اسبوع؟ كل اسبوع يعني كان تقريبا 1500. 1500. اي احيانا اكثر. كم اسبوع انا والله لازم احسبها. كم اسبوع انا جلست في السجن؟ 11 شهر، 44 اسبوع. تحسبها قبل ولا ايش؟ لا الحين حسبتها. 44 اسبوع 1500. احيانا اكثر. احيانا اكثر. والله مخك ما قاعد يسوي اي حسبة. ايه انا تعبان. انا اصلا الحين مركز هل المايك يلقط زين؟ هل نقول 80,000 تقريبا 80,000. 80,000 صرفتها جوا السجن كلها بقالة. فعليا كلها بقالة وكروت تليفون. الصراحة مو كان كله بقالة. انت يعني كنت تعطي ناس. انا كنت اعطي ناس. أيوه. كنت اعطي. مرة كلمني قال لي اسمع ابغى لابتوب. كيف ادخلك لابتوب؟ تستهبل انت؟ قال لا انا ما ابغى لي. عندي واحد هنا بنتها بتبدا دراستها. اي والله. دولة اسيوية. نسيت. دولة اسيوية ومسكين الرجال يعني داخل السجن علشان قضية هو ما له دخل. هو بالاخير كان سواق صح؟ سواق. ايه كان سواق، بس المشكلة اللي صارت في البيت شالوه معهم بموجب التحقيق يعني. فمسكين يعني كان كورونا ومنقطع وكذا وما يرسل شيء لاهله ولا شيء. كان على اساس ان بنته الصغيره تبدا دراسه وما عندها لابتوب. ما قصر الوحش. والله نسيت السالفه ذي. اخذنا الجهاز وارسلنا الفلبين. فيا دايم قصص كثيره يعني. كيف تحكمت بالسوشيال ميديا حقتي لفترة طويلة من غير ما الناس تحس؟ يعني الناس متى حست او عرفت؟ بعد 2 أو 3 شهرين وشيء تقريبا. ايه بس هالشهرين انت كنت تنزل محتوى الناس كانت تحسب انا لسه برا. حبيبي انا منتجت مقطع لك ونزلته فعليا. غير كذا ترى على فكره انا بالاخير الاشياء اللي كنت اسويها مو علشان الناس، انا ما همني احد. انا الزم ما عليه كان امي وابوي. يعني لما انزل واحط اشياء على اساس ان هم في البيت لما يشوفون خلاص اي شيء بيسمعونه من برا ما راح يهمهم. تمام. لا مرة أنا قبل لا أنسجن ما كان عندي شنب. أمي سألتها ليش عزيز ما قاعد يصور؟ فعبد الله قال لها قاعد يربي شنب. قالت له وريني صورة هو ما يدري. راح حمل تطبيق حط لي شنب وارسل لها. قالت يا حلوة طلع حلو. مو تطبيق سويته بالفوتوشوب. والله بس إيش الموضوع؟ ليش أول شهرين نص الصور أبيض وأسود؟ ليش نص الصور أبيض وأسود؟ إيه ما أدري تصدق. ما ليش؟ أنا لما طلعت من السجن رحت الانستغرام نزلت تحت كذا يعني حسابي ملون فجأة في أبيض وأسود أبيض وأسود. ما أدري ليش كنت أحط أبيض وأسود. أمس قال لي فادي غير كذا لما جيت بتصور أغنية اتركيني جبت على أساس واحد يشبهني. كيف سويت كذا؟ بس ما نزل هو كفيديو كليب آخر شيء. لا ما نزل فيديو كليب. ليه؟ واضح؟ مو واضح. ترددت شوي. يعني ترددت ما حبيت إني أسوي شيء. ما أنا سوينا ستوري بورد وجبت الشخص وجبنا الشخص واخترنا المكان والبرودكشن وكل شيء. سوينا بايلوت لكن بآخر لحظة قلت لا خلاص دخل الجامعة هو جوا. أنا دخلت الجامعة وأنا جوا يا جماعة. الحلو في الموضوع إن أيام كورونا كان كل شيء أونلاين. فسجلت عزوز في الجامعة أونلاين. وصار الموضوع إن وديت الكتب حق التخصص جوا ومن الطرش فرمت الكتب. وبعدين كان لازم حضور. فالحضور من يحضر؟ أنا. يعني كنت أحضر محاضرات أحل وقت المشاركة. بعدين بالليل تليفون أقول له إيش خذ اليوم. لين ما قبضت الأمور يعني. إيه لين ما مش الموضوع. تذكر يوم دخلت جزمة بلنسياغا؟ إيه يا جماعة أنا بالسجن كان عندي جزمة بلنسياغا. هم قالوا نبغى جزمة بس ما لها خيوط. قلت أنا عندي جزمة ما لها خيوط ودخل بلنسياغا. شوز سعره 4800 كنت أتمرن فيه بالسجن. قولوا لي إني تعديت الليفل الجانكستا يعني. أسوأ شعور. طيب أسوأ شعور طبعا عشان كورونا ما كنت أقدر أشوفه. جلست فترة طويلة لين ما جاء الوقت اللي جت موافقة إني أشوفه. بس عشان أشوفه ما أشوفه كذا. إيه قزاز. لازم أشوفه عن طريق قزاز يعني. ورا قزاز. ولازم ما أكون قريب من عنده علشان لا سمح الله يكون في كورونا أو شيء فيني أقرها له. يا الله ذاك. والله يا جماعة غرفة كذا صغيرة وقتها ما كان فيها تليفون عشان تسمع وقزاز متغطي بالكامل يعني ما في أي كونتاكت. ما كان فيها تليفون علشان الكورونا يعني. ما كان عشان الكورونا. إيه عشان الكورونا. لازم إذا بكلمه لازم أكلمه بصوت عالي علشان يسمعني. إيه كأني قاعد أتكلم واحد ورا الدريشة ما يمديك تسمع. بس أول ما شفتك كنت متغير طبعا. تغير وشعرك طويل. شعري كان مرة طويل يا جماعة لما كنت في السجن شعري كان لين هنا مرة طويل واربطه على فوق. شنب. لا بس الشنب حتى ما كان منتف صح بس حلاقة
دائما نظيف. اي دائما نظيف. هناك يا جماعه الفلبينيين مجانين بالحلاقه، يا ساتر. كنت كل يوم فيد وما ادفع شيء، ما يحتاج ادفع شيء. اسلك له علبه اندومي، سنيكرز، مارس، ضبطهم انا. كم كنت اصرف انا بالتليفون اليوم؟ اوف ترى على فكره اقرب ل 1500 يعني. ايه تليفون يعني مو مشترى، اوكي يشتري اشياء يعني لو بيشتري حق اسبوع ما راح يكلف يمكن 300. ايه 300 400 والباقي مكالمات. كلها مكالمات. بعدين شوف في مكالمه حقت دراسه. ايه في مكالمه حقت وش اغاني نزلت جديده. ايه وش اغاني نزلت جديده يا جماعه. كنت فعليا اتصل على صاحبي او اتصل على عبد الله يسمعني الاغاني اللي نزلت جديده. وقتها نزلت الغساله حقت ويجز، وقتها سجاره حقت عفروتو، بعدين الثانيه حقت ويجز اللي هي ايه دورك جاي. يا كانت نوصل الاخبار اول باول. وكان في مكالمه حق اخر الليل، عادي اجلس كذا بالتليفون بس اسمع ايش قاعد يسوون بالصاله. وبعدين يعني صار الموضوع انه لما يتصل لازم ارد مهما كان وين ما اكون انا لازم ارد. مثلا اكون طالع مع اصحابي يتصل اروح اترك اصحابي اقعد وما اقدر اقولها بقفل لان اعرف الشعور اللي هو فيه، بقعد معاهم مكالمه طويلة. مره كان طالع اوكي مع اصحابه وما رد. اوكي شوف اوكي عادي طبيعي طالع، ادق على صاحبي بعد طالع ما رد. عندي دفتر يا جماعه، دفتر صغير اللي وريتكم اياه، في ارقام ناس مره كثير، حتى ناس ما امون عليها. قعدت اكتب الارقام، ادق ما رد، ادق ما حد يرد. قفلت السماعه. يا جماعه ذا كان اتعس يوم في حياتي، انك تكون كذا محور الكون بعدين انك ما تكون شيء. ما حد يرد عليك، ما حد يلتفت، ما حد. واكره شيء عندي لما مثلا اكون مثلا منشغل في شيء ويتصل علي بعدين ما انتبه اتصال، لما اشوفه ما اقدر ارجع ادق عليه. إيه؟ لازم انتظر. وبعدين المكالمات ما كان الموضوع انه باي وقت ارفع السماعه يكلم، لازم استنى بلاين. بالضبط. ناس كثيرين، واحيانا مثلا اذا كان زحمه اسولف معاه مثلا كذا ابو 5 دقائق يقول لي اسمع بكلمك بعد شوي، فتخيلوا انه يرجع يصف بالطابور، ارجع اصب بالطابور عشان نص ساعه يرجع 45 دقيقه يكلمني 5 دقائق زياده. واحيانا لما يكون ما في احد عادي يطول، بعدين فجاه تطلع واحده اسبانيه تتكلم. ايه تقهر ذيك إيه. اللي تقول مثلا باقي 5 دقائق. تخيل كذا وانت بنص المكالمه تخرشك، يعني عادي انت مركز بشيء معين هي تعال تقول اسباني مو هندي. ما هذا اللي طلع معي، هذا اللي طلع معي. نزل فيلم وانت جوا. ايه نزل فيلمي وانا جوا. روح. طبعا انا بالنسبه لي معلش عزوز، انا اول ما قلت لي بسوي فيلم ووريتني الطاقم اللي معاه كذا والنعم فيهم اغلبهم اوكي تحافظ على الباقيين، كنت مره ما ابغى ان عزوز يسوي الفيلم هذا. ايه بس بنفس الوقت كان ودي انه يخوض تجربه، يعني يدخل في الموضوع. فقلت كنت اقول لعزوز هذا الفيلم بالنسبه لك انه بس عشان تشوف براكتس، اي الاندستري كيف صاير من تكنيكال وايز يعني. فاول ما نزل الفيلم رحت مع اصحابي تمام. حضرنا الفيلم. طبعا كلهم جالسين يعني كان في ناس كثير هنا حضروا الفيلم. بدبي ايه شفنا الفيلم مره كان تمثيله حلو، مو مجامله بس كان صدق تمثيله حلو. كاركتر غبي. الكاركتر بغض النظر عن الكاركتر، انا اتكلم عن التكنيكال قاعد اقول. ايه اوكي في ممثلين يعني ادوا واجبهم. اوكي المحتوى حق الفيلم ما كان مثل ما كنت متوقع ابدا، بس ادوا واجبهم. شكرا للناس اللي اعطوه الفرصه انه يدخل. يس شكرا الى الان اقول لكم شكرا جد يعني، رغم اني ما شفت الفيلم انا بنفسي، بس شكرا. تمام. ابغاه بسي ولا فلاشه ولا اللي صار ان انا كنت يعني شفت الفيلم كفيلم صراحه مره ما عجبني. كان معاي 3 من اصحابي، اول ما طلعنا قاعد يكذبون علي والله مره حلو الفيلم. هم طبعا قاعد يقولوا لي كذا إيه؟ علشان يعطوني اللي عزيز كان مره كويس الفيلم حلو ما ادري ايش كذا. وانا اصلا الرياكشن حقي كان مره جاملهم. رجعت في البيت بالليل اتصل علي عزوز قال شفت الفيلم؟ قلت له ايه. قال كيف؟ خرا يعني كذا خلاص الفيلم جدا سيء. ايش قال كيف تسالني؟ قال سكت. قال طيب عادي. والله فعليا يا جماعه ما كان في اي رياء. يلا شو اسوي بعد. طبعا غير موضوع الاشاعات اللي صار. إيه؟ في ناس يعني انا يعني كنت لا يمكن اثق باي احد حولي وقت ابدا، ما اثق باي احد. يعني الموضوع كان مره اي احد بيجلس معك بيطبطب عليك ايش صار معاك ايش السالفه، كنت ما اثق بهالناس. يعني ممكن في شخص واحد اللي فعلا وقف معي طول الفتره ما قصر باي شيء. يعني كان انسان جدا مثل كماده مويه بارده، كان كذا يمتص الحراره يمتص الغضب يمتص كل شيء. بس باقي الناس كلهم ما في احد، كلهم قريب بي تمام. اصحابي خلي اصحابي على جنب، انا اتكلم عن الناس اللي عرفتهم بسبب هذا الموضوع.
كانوا يجون يسألوني أسئلة، لما يسألوني ما أعطي إجابة صحيحة، ما كنت أعطي إجابة صحيحة. يعني كانوا لما يسألوني شيء ما أعطي إجابة صحيحة أو ما تعطي إجابة إن جد. ما أعطي كم كلف المحامي، ما أعطي رقم اللي فعلا كلف، لا أعطي رقم ثاني. ومو موضوعنا أرقام، مو موضوعنا كذا. إجراء في القضية يصير لما أجي أحد يسألني ما أقول أي شيء، يعني كذا ارمي جواب مبهم. الاجوبه المبهم اللي كنت ارميها تمام بينت لي بعدين يوم طلعت الاشاعات بدأوا الناس يتكلمون وما ادري ايش، وفي ناس صارت تكتب، الناس قاعده تكتب وتبهر وتبهر الكلام اللي انا قلته غلط. اوكي يعني كان مثلا اذا قلت انا اقول لهم مثلا 150 مثلا، رقم 150 ينكتب 150 بس هو الرقم ما هو 150 فعليا. فمن الموضوع هذا حددت ناس مجموعه معينه اللي اعطيتهم المعلومات هذه اللي انتقلت في السوشيال ميديا، وبعدين اكتشفت مين هذا الشخص. اكتشفته يعني ما كنت منصدم لأنه ما همني بالاخير، انا الزم علي اخوي، بس عرفت دناءة الناس اللي كانوا قريبين مني ويحاولون انه يلطفون وما ادري ايش. وبعدين اكتشفت انهم يعني باعوا المعلومه غلط، راحوا باعوها عشان شويه فلوس. ولا تكلمت في الموضوع من قبل، ولا تناقشت مع اي احد، ولا رحت قلت للمحامي كذا صاروا هذا الشخص نقل الكلام واثر لنا احنا اهل زم علينا سلامته. بس كان الموضوع يعني عشت فتره اكشن على تحقيق، اني صرت محقق، حللت، فككت اشياء، عرفت اشياء جديده. اذكر مره الله يرحمه ابو واحد من اصحابنا كان محامي كبير يعني، اتصل علي وقال لي انه تعال نجلس مع بعض عشان نفتح الملف مع بعض، واوراقها لسه موجوده عندي يعني جزاه الله خير الله يرحمه. قبل فتره قعدنا تقريبا 4 ساعات 5 ساعات فصل لكل شيء، لدرجه اني انا بعدين يوم رحت محامي ثاني جلست معاه يتكلم معي اقول له ايوه بس النقاط اللي عندي 1 2 3 4 5 هذه الاشياء تثبت ان عبد العزيز ما له دخل في الموضوع فعليا. يعني انا بالنسبه لي احس اني انا اللي رتبت الامور كلها علشان المحامي لما يجي يتكلم مع القاضي اوريدي. طبعا المحامي له الفضل بالخبره بالالقاء بطريقه يعني شرح تفاصيل القضيه اكثر. ما اقول لك والله انا سويت كل شيء، لا بدون محامين ما صار هذا الشيء. بس عشت تجربه عمري بحياتي ما كنت افكر اني اعيشها يعني، ولا عمرنا كعائلة واجهنا هذا الشيء من قبل. بنفس الوقت كنت أقول الحمد لله أن عبد العزيز واجه هذا الشيء في عمر صغير علشان ينضج، لأن مجاله خطر، مجاله في كثير ناس. يعني أنا اللي هو أخوه عشت العالم هذا، فكنت أقول أن الحمد لله أنه هو مر في شيء أعطاه درس، صار يعرف يختار مين من أصحابه. مع أنه أول كنت أقول له فلان وفلان فلان حاول إنك تبعد عنهم، ما قاعد أقول اقطع علاقتك فيهم، حاول إنك تبعد عنهم. يعني عبد العزيز وقتها كان صغير، كان يحب الناس اللي حوله، مع اني كنت اقول له في لي طبع اني انا لما اسمع شخص وقتها اقول ان هذا الشخص كويس او هذا الشخص حلو يكون حدودي معاه بهذه المسافه. فكنت اقول ان فلان وفلان وفلان يعني حاول انك تبعد عنهم او ما يعني خلهم اصحابك، بالعكس بالاخير فيهم الخير والبركه، لكن ما تدري وقت الازمات ايش ممكن يصير. كان في ناس حوله طعنوه بالظهر، غدروا فيه، استغلوه. مره مبسوط انه هو عاش تجربه الان بعمر صغير خلته ينضج ويفهم ايش معنى الثقه اكثر. جابني هنا ما في مويه ما في شيء اشربه. من الانتاج، فريق الانتاج تابع والله فريق يا ابو سعد شايف. ابشر بعزك ابشر بعزك. اليوم اللي طلعت فيه يا ساتر ذاك اليوم ايه ما ذاك اليوم انا كلمتك قلت لك انا برا. خل قبل انت قاعد جوا تستنى. ايه بس انا ما استنى اني اطلع برا، انا استنى اكون ويلكم تو كينج خالد انترناشونال. ايوه كان الموضوع الساعه 7 الصباح، رحنا المحكمه خلصنا وتكلمنا ما ادري ايش. الاجراء كان عشان مثل ما ارجع اقول لكم يعني محاكم دبي وحكومه دبي يعني البروسس عندهم ما في اسهل منه، والسلاسل اللي فيه والامور مبسطه وكل شيء. بس المشكله الاساسيه كلها ترجع على موضوع كورونا كان يخلي الامور كلها تتكدس في بعض. فلما يجون مثلا بيخدمون العملاء كان الموضوع انه مجهودهم يعني تدخل مكان مره بزي لدرجه انهم يبغون يخلصون الناس. فرحت الساعه 7 الصباح لما خلصنا اوراق من مكتب القاضي من 7 الصباح ما خلصنا الا 7 المساء. يعني حتى انت وقت الدوام لكن الناس ما قصروا، من اداره من المحامين من كل احد ما قصروا. فاذكر وقتها كنت واقف برا قاعد انتظر في السياره ان خلاص يعني بيجيني اتصال على اساس اني اروح اخذ. فجأة انا ادق عليه، الو عزيز انا عبد الله انا برا. وين برا؟ ما ادري عند دوار.
ايه طبعا طلعوهم بالباص ونزلوهم في مكان زي الباص ستيشن، نفس الافلام. فعليا نفس إيه الافلام. نفس الافلام. باص ستيشن عشان تركب انت وتروح، مثلا تروح بيتك بتروح من اي مكان. فانا كنت قريب من المنطقه هذه، فيوم كلمني ورحنا. اول ما نزلت من السياره وشفته كان مره نحيف مقرع. مقرع. ايه واشتغلت. It's been a long day without you. وشايل كيس، يعني شايل كيس كيس زباله. لا ما كان كيس زباله بس ابيض. كيس زباله بس ابيض. ايه اوكي. وفي اشياء الدنيا مره مليانه، كتب والبلنسياغا الى يومك هذه موجوده. ملابس واوراق بس نص اغراضي اعطيتهم إيه. اللي لا باقي. هذه بعدين انا مو مطلع كل شيء. ايه انا ما طلعت كل شيء، انا كان عندي مستودع. فكان المنظر اول ما شفته حسيت ان احس الفتره هذيك كلها ستريس وكذا، حسيت وقتها جتني مثل عرفت اللي كذا تحس زي الرجفه. ايه كهرباء. ستريس 11 شهر وزياده فعلا. اعتذر لامي وابويني كذبت عليهم اوكي، بس كنت خايف على صحتهم، خاصه ان الوالده كانت تعبانه. فكذبت على والد عمتي، كذبت على كثير ناس اوكي، بس علشان ان الموضوع ينتهي. والحمد لله يعني انتهى الموضوع. صارت كثير اشياء، تغيرت كثير اشياء بحياتي، مو بس بحياته. انا بالنسبه لي وقتها عرفت الناس اللي فعلا اصحابي، عارف الناس اللي وقفوا معي، عرفت الناس. يعني تجربه هو خاضها جدا سيئه بالنسبه له، لكن انا اتعلم فيها الكثير. تجربته بالنسبه لي كانت درس مره كبير تمام، بس انه يعني كذا تعلمت اشياء مره كثيره الصراحه. والحمد لله بعد ما طلع موضوع كذا اني كنت اقول له وين بتروح؟ بطلع افتح لوكيشن سناب كذا كان يوم. ايه فعليا يمكن يعني اول 6 شهور فعليا يقول لي افتح لوكيشن سناب. انا بروح هنا سوبر ماركت افتح لوكيشن سناب. ما كنت اقدر يعني. ايه لدرجه انه مثلا اذا جينا ننام في الليل هو نام ولا بيطلع. فعليا بس والله الصراحه بس خلاص. التجربه كانت جدا توز اكسبيرينس. بس يا جماعه كذا حاب اقول لكم هذه آخر حلقة لقصة السجن. أتمنى عجبتكم السلسلة. ما أتوقع في قصص أكثر من كذا، يعني فعليا رميت كل شيء موجود عندي في الطاولة. في شيء الشايد إن شاء الله نتفليكس يدقون علينا ونسويه الشيء الشايد. سؤال، ياسر البحري شو؟ أكيد ياسر البحري شو. تحياتي ياسر البحري. أحلى تحية لياسر البحري. Hey, what's going on? How you guys doing? المهم يا جماعة هذا كان مقطع اليوم. لا تنسون اللايك سبسكرايب الشير. كان معكم دايغر عبد الله. I gotta go.